السلام عليكم، ايه الاخبار؟ نزلت فيديو على التيك توك لهوك ممكن اي حد يستخدمها في فيديوهاته عشان يجذب المشاهد، فبالتالي فيديوهاته تفايرل وما شاء الله جاب تفاعل كويس، وده اثبات كبير انه هيخلي الفيديو بتاعك يجيب مشاهدات وانت تعرض فكره. طبعا ما فيهاش حاجه حرام وما فيهاش اسفاف. اولا انا بعتذر جدا من الناس اللي اتخضت، انا والله ما قصدي اضايق حد، ولو حد قرر يعمل الفكره دي فياخد باله كويس جدا وهو بيعدي السكه. ثانيا في ناس كتير جدا اتضايقت من سرعه الشرح، فانا هحاول اشرحه تاني بشكل مبسط. فصلوا على النبي ويلا بينا. هتثبت التليفون وتصور فيديو وانت بتعدي الشارع وفيديو العربية وهي بتمشي، وتاخد اللقطتين على كاب كات. اللي احنا هنعمله باختصار اننا هنعزل الشخص عن الخلفية بالظبط اول ما تيجي العربية في المكان اللي هو يمشي فيه، وهنخليه يمشي مع العربية بالكي فريم لحد ما يطلع بره الكادر خالص. ولو مش عارف اصلا يعني ايه كي فريم وعاوز تتعلم من الاساسيات فهنزل شرح كامل قريب. هنضيف اللقطتين اللي محتاجينهم، وهننزل لقطة العربية تحت الفيديو الاصلي عن طريق تراكب، وهنسحبها بالشكل ده، وهننسخ الطبقة الرئيسية وهننزلها برضه تحت الفيديو عن طريق تراكب، عشان دي اللي هنقص منها الشخص وقت مرور العربية. طبعا هنكتم الصوت عشان ما يبقاش متكرر. هنخلي طبقة العربية فوق الطبقة بتاعة الفيديو اللي معمول له نسخ. أول ما العربية تيجي عند المكان اللي الشخص اتحرك فيه هنبتدي نعزل الشخص عن طريق إزالة الخلفية. هنقص هنا، ممكن نمسح الجزء الأولاني ده عشان مش محتاجينه خلاص. هنعزل الشخص عن الخلفية. طبعا أنا معايا النسخة المدفوعة، ولو أنت معاك النسخة العادية هتضطر تقص الشخص بشكل يدوي. أول ما العربية تيجي هنحط كي فريم وهنمشي مع طرف العربية، وهنحط كي فريم تاني وهنمشي، وكي فريم تالت ورابع وخامس لحد ما نطلع برا الفيديو خالص. آخر حاجة هحط ساوند افكت اسمه اكسلنت، موجود مجانا في البرنامج، ممكن تبحث عنه. هنصدر الفيديو. مبروك عليك. طبعا انا عارف ان الشرح طويل اوفر بالنسبه للناس اللي عندها خبره بالبرنامج، بس لازم نراعي الناس المبتدئه وبس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واستنى فيديوهات من دي كتير عشان هتفيدك. سلام.